السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة هناخد درس جديد من دروس المنطق بعنوان المنطق والتفكير الرياضي. لو بصينا عندنا لعلاقة المنطق بالتفكير الرياضي هنلاقيها إن هي علاقة وثيقة جدا. لو احنا خدنا الأول علاقة المنطق بالتفكير الرياضي هنلاقي إن الرياضيات تعتبر علم يقيني، واليقين ده بيرجع إن هي بتعتمد على الاستنباط. يعني احنا لو قلنا ألف أكبر من ب وب أكبر من ج يبقى إذا ألف أكبر من ج، يعني انتقلنا هنا من الكل إلى الجزء. فهنا هنلاقي إن الرياضيات تعتبر بتمثل نقطة التقاء جوهرية مع علم المنطق. وفي النظريات المنطق الرياضي الحديث والمعاصر حصل اختلاط كبير جدا بين الرياضة والمنطق. فهنا عندنا الاستنباط الرياضي بيبدأ من الكليات وبيوصل عندي للجزئيات اللي هي النتائج. ولو استخدمنا عندنا الطريقة الاستنباطية بالشكل ده هنلاقي ان هي بقى تعتبر بتأكد على صحة الفرضيات والقوانين والنظريات السابقة، وتعتبر اكتشاف لقوانين ونظريات جديدة. هناخد دلوقتي تعريف النسق الرياضي. النسق الرياضي هو بناء عقلي مترابط متكامل الأجزاء، يتألف من مجموعة من المفاهيم والقضايا الرياضية. بعضها يعد مقدمات أولى بيبدأ بها الرياضي نسقه، والبعض الآخر هي النتائج والنظريات اللي بيستنبطها الرياضي من المقدمات. النسق الاستنباطي ده يعتبر استنباطي لأن الاستنباط هنا عملية عقلية بتلعب دور كبير جدا في النسق، لأن الباحث الرياضي بيستنبط النتائج من المقدمات حتى يكتمل بناء النسق. عندنا مراحل بناء النسق الرياضي. عندنا مرحلة بناء النسق الرياضي، عندي أول مرحلة عندنا مرحلة وضع المقدمات اللي هي بتشمل عندي المعرفات واللامعرفات والبديهيات والمسلمات. المرحلة التانية بنسميها مرحلة استنباط النتائج اللي هي بيبقى فيها النظريات والنتائج اللي احنا بنستنبطها من المقدمات. تالت مرحلة عندنا اللي هي بنسميها مرحلة المبرهنات اللي احنا فيها بنرد النظريات للمقدمات. النظريات دي اللي احنا استنبطناها من المقدمات بنحاول نردها للمقدمات عشان نتأكد من مدى صحتها. عندنا بالنسبة لخصائص النسق الرياضي 3 خصائص. أول خاصية عندنا إن هي تحصيل حاصل، بمعنى إن محمولها ما بيضيفش حاجة جديدة لموضوعها. زي ما أقول 2 زائد 3 بيتساوي 5، فهنا ما ضافتش حاجة جديدة، فعلا 2 زائد 3 بتساوي 5. تاني حاجة تعتمد على مبدأ عدم التناقض بين طرفيها وصدقها يقيني، يعني لازم الطرفين يكونوا قد بعض والصدق بتاعها يقيني. زي ما أقول مثلا 5 زائد 5 بتساوي 10، فهنا الصدق بتاعها يقيني لأن فعلا 10 هي 5 زائد 5 أو 2 زائد 8. عندي كمان بتعبر عن اللزوم المنطقي، بمعنى ان الشطر الثاني بيلزم منطقيا عن الشطر الاول. يعني لازم المسألة عندنا بتتكون عندي من شطرين، الشطر الثاني هنلاقيه بيلزم منطقيا عن الشطر الاول اللي احنا بنسميها لزوم منطقي. لما نقول مثلا 2 في 3 بتساوي 6، ف6 دي بتساوي 2 في 3.